السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا على خير واحوالكم طيبة. فيديو جديد ان شاء الله على قناة امينة فود. مرحبا بالناس والف مرحبا الناس الجدد اللي انضموا للقناة، وكذلك ما نساوش الناس القدام. شكرا على اللي جيم ديالكم وعلى البارطاج وكذلك على التعليق الزوينة ديالكم. واخا نشكركم، يعني ما نغداش كلمة الشكر بحق المتتبعين كاملين قليلة بحقكم. اليوم غادي نشارك معكم مسمن اقتصادي غير بالخضرة والشحمة، ما كيجيش ميدم، كيجينا مورق وما عارفناش بالعجين. هذا المسمن بقاو مع الوصفه من الاول حتى الاخر. اول حاجه هنا بالنسبه للمكونات ديال العجينه، هنا دخلت او استعملت ثلاثه الانواع ديال الدقيق. عندي واحد زلافه ونص ديال الدقيق الفينو او الدقيق الحرش، زلافه ديال الفرينه اللي هي بلديه، وهنا غلبت الدقيق الابيض كنغلبوه على المكونات الاخرى. بالنسبه السيده اللي ما عندهاش الدقيق ديال الفرينه، كتكتفي غير بالدقيق الفينو والدقيق الابيض. كنخلطوا المكونات، غادي نعجنوا العجينه ديالنا غير بالماء اللي هو دافي مليحه فقط. كنكتفيو بهاد المكونات. هنا غادي نعجن العجينه، غادي نجمعها، غادي ندلكها مزيان. العجينه البنات دائما ديال المسمن انكم عجنوها دلكوها مزيان حتى انها تعطيكم الطوع حتى في التوريق ويجيكم المسمن اللي هو زوين. صافي هنا غادي ندلك العجينه وغادي نخليوها ترتاح، لان هاد العجين مفيهاش الخميره. غادي قد ما ارتاحت قد ما كتعطينا واحد النتيجه اللي زوينه ديال المسمن. كنجمعوها بعد ما كندلكوها، كنعطيوها الماء ديالها اللي هو كافي، كندهنوها هنا بواحد شويه ديال الزيت وكنغطيو عليها، وغادي نمر هنا باش نوجد الحشوه. دائما البنات العجينه كتبقى على حسب الحشوه اللي عندكم. بالنسبه هنا الحشوه غادي نحضروها بالبصله الخضريه، راه موجوده دابا والثمن ديالها حتى هو مناسب في السوق. كناخذوا هنا البصله كنغسلوها من التراب، كتكون هازه لينا التراب، كنغسلوها مزيان كنقطعوها، وحتى هذوك العصايبات اللي هما خضرين ما كترميوهمش البنات، حاولوا احتفظوا بهم في الثلاجه وديروا بهم الرفيسه المسمن يعني وحتى الكسكسو. يعني كيلاقوا بزاف الاستعمالات، حاولوا انكم ما ترميوهمش. المهم انا خديت واحد الكميه اللي هي كثيره ديال البصله، لان مسمن ديال الشحمه كيبغي البصله بالزيت وقزبر ومعدنوس. كناخذوا البصله كنديروا فيها مليحه وكنخليوها حتى كتهبط. ضفت لها هنا الفلفله الوان والجزر، كنضيف هنا واحد القرعه كورجيت اللي هي قطع مربعات راه كتوضح لكم في الصوره. بالنسبه للقرعه البنات والجزر خليهم حتى الاخر، حكم بالحكاكه رقيقه وخليهم حتى الاخر. كنضيفوا هنا الشحمه غادي نطيبوها او غادي نخليوها طيب مع هذاك الخضر وكذلك البصله، وتطلق لنا اليدام هي اللي غادي طيب لنا في هذاك الحشوه حتى الاخر، وغادي نصفيوها. بالنسبه هنا التوابل كنضيفوا الكمون، الخرقوم البلدي، الفلفل الاحمر والابزار، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الهريسه. هنا البنات راني ضفت معلقه ديال السكينجبير، غير ما صورتهاش. ضيفوا السكينجبير ديالكم، ضيفوا معلقه، ونسيت ما حطيتهاش مع التوابل. هنا بالنسبه للهريسه غادي نضيف واحد الكميه كثيره لان محضره في المنزل، حلوه محارش بزاف وزوينه. حضرت واحد الكميه اللي كثيره غير ما صورتهاش البنات، ان شاء الله نشاركها معكم. كنحضرها في المنزل، انا غادي نستعملها في رمضان ان شاء الله. صافي هنا غادي نبقى نحرك في الحشوه. غادي نضيف قزبر ومعدنوس، لان هاد الحشوه ديال الشحمه كتبغي قزبر ومعدنوس وكتبغي بصله اللي هي زايده بزاف. المهم هنا كنمعكوا هاد الخضر كما وضح لكم في الصوره، كنمعكوها مزيان باش ما تثقبش لينا العجينه ديال المسمنه البنات. بالنسبه هنا البنات القزبر ومعدنوس كنحاولوا اننا نكثروا منه، يعني ما نبالغوش في التكثير بزاف حتى تبان لينا الحشوه اللي انا اختارت. كنضيفوا هنا 5 المعالق على حسب الحشوه اللي عندكم، 5 المعالق حتى 4 المعالق اللي هما انا مقردهم غير باليد وسحقاهم مزيان. بالنسبه هنا طفيت النار البنات، شوفوا الحشوه كيفاش كتجي معوكه وكتجي زوينه. صافي هنا غادا نخليها تبرد ونمشي نحضر العجينه. بالنسبه هنا البنات العجين بعد ما ارتاحت، قد ما ارتاحت العجينه ديال المسمن قد ما كتعطينا الطوع، غير هي كدلكوها مزيان البنات. واخا نديروها في بلاستيكه ندلكوها قبل عاد باش كنديروها في بلاستيكه. بالنسبه هنا الكرات بغيتو تصغروا البنات باش يجيكم المسمن اللي هو صغير، كتصغروا على هاد الكرات اللي انا درت. بغيتو تكبروهم ويجيكم كبيرين شويه غير متوسطين مش كبار بزاف، كديروا الحجم كما غادي يوضح لكم هنا في الصوره. غير البنات الكره الاخيره اللي كنديروا المسمنه كنغلفوها بالمسمنه اللي كتكون معمره، كتكون صغر من الكره الاولى اللي حنا عمرنا. صافينا كنستعنوا ضروري بالزيت وكندهنوا ايدينا بالزيت باش ما تثقبش لينا العجينه. الحشوه برداس. صافي هنا غادا نبدا نعمر. الناس هنا اللي بغيتو تاخذوا الحشوه كتبقاو يعني كتبقاو
عكس المعلقه كتاخذوا الحشوه بايديكم وكتبقاو توزعوها على او كتمسحوا بها العجينه باش تجيكم العجينه كامله ملبسه هذيك الحشوه. او بغيتو ديروها على شكل هذا الشكل اللي درت انا. صافي كنجمعوا المسمنه ديالنا عاديه طيه كطي الظرف، او كنطوبها بحال شكل المسمنه اللي كنحضروا او الرغيفات اللي كنحضروا عاديين. صافي هنا كناخذ المسمنه او الكره الثانيه هي اللي غادا نغلف بها المسمنه المعمره. البنات هنا كتاخذوا شويه ديال الهريسه الا كانت عندكم، حتى هي كتعطي واحد البنه زوينه للعجين. كدهنوا بها العجينه وكديروا وسط منها الحشوه او المسمنه اللي كتكون معمره لينا. صافي هنا غادا نشكلوا المسمنه ديالنا. غادا نشارك معكم مره اخرى البنات. هنا الا بغيتو تصفيو الحشوه ديالكم كتصفى، كتزيدوا واحد شويه ديال الزيت، واحد ربع كاس ديال الزيت، وكتخليو كيطلق فيه هذاك الليدام او المكونات كاملين ديال الليدام او النكهه ديال الخضار وحتى ديال التوابل، وكتصفيو هذيك الزويته او الحشوه وهي اللي كتعودوا تورقوا بها المسمن ديالكم. كيجي اللون ديالو اللي هو احمر كيجي زوين. صافي هنا غادا هنا كنت نسيت واحد الزيت لان ضفت ليه شويه الفلفل الاحمر شويه الهريسه، هو اللي كنت غادا نورق به المسمن ونسيته حتى الاخيره باش نتفكروا غادا نكمل به العجين ديالي كامله. صافي هنا كنعمر انا لان كثرت الحشوه، كنبغي المسمن اللي كيكون معمر، ما كنبغيش يكون يعني يجيني بحال شكل الرغيف اللي هما عاديين او المسمن اللي هو عادي، كنكثر فيه الحشوه. صافي هنا كنحاولوا قد ما ورقنا العجينه قد ما كيجينا المسمن ديالنا اللي هو مرق ما كيجيش عامر بالعجينه. صافي غادا نطيبوا هنا المسمن ديالنا عادي كما كنطيبوا دائما المسمن. المقيله اللي كتفر علينا او كتخرج لنا في الطياب فيه المسمن اللي هو زوين هي اللي كنطيبوا فيها، كتبقى يعني كنتهلاو فيها وكنبقاو نطيبوا فيها دائما المسمن. المهم هنا كنطيبوا المسمن ديالنا عادي على هذا الشكل، كنبقاو نقلبوا فيه والنار البنات كتكون متوسطه باش يجينا مفروق هذاك المسمن وكيتنفخ لينا. صافي كنبقى ندرج فيه على هذا الشكل. المسمن ما دايرش فيه السكر كذلك ما دايرش فيه العسل، يعني بغيتو طيب على خاطره، يعني يجيني طيب وما يجينيش محمر وما طيبش من الوسط. هانتوما بدا كيتنفخ وحتى دوك الجنيبات كنحاول انا كنعطيهم الطياب باش ما يجيونيش عامرين غير بالعجينه. ما شاء الله كيجي زوين البنات وكيجي بنين، خصوصا الا خليتوه حتى كيبرد الغد اللي سخنتوه وتناولتوه راه ما شاء الله كيجي. يعني كيعجبني المسمن اللي كيكون معمر بالشحمه وكيكون ناشف من الليدام ما مكثرينش فيه الزيت. وهنا البنات اللي عندكم القزبر يابس ضيفوه، انا ما كانش عندي هذاك الشيء علاش ما درتوش. القزبر يابس كتواسى بزاف مع الشحمه، ضيفوا القزبر يابس. هانتوما شوفوا ما شاء الله مسمن كيفاش كيجي روعه ما شاء الله. وكتعطيو الطياب على الامهل، ما تضيفوش السنيده ما تضيفوش حتى العسل، خليو المسمن ديالكم يطيب على خاطرو باش يجينا الطياب ديالو حتى من الداخل ما يجيناش عامر غير بالعجينه. هانتوما المسمنه رائع بزاف، نتمنى انكم تجربوه لان فعلا البنات زوين بزاف. صافي هنا غادا نستعمر غادا نحيدها. صافي هنا راه طابس غادا نحيدها نديرها في واحد المنديل كيكون رقي نقي عفوا ونطيب معكم مره اخرى. هنا بغيت نطيب معكم مره اخرى باش تشوفوا النجاح ديال العجينه. النار البنات كنأكد عليكم كتكون مهيله باش يطيب لينا من الوسط. صافي غادا نستمروا غير بالنسبه للبنات باش دهنوا المسمن ديالكم بعد ما تبغيو تورقوه. خذوا واحد شويه ديال الزيت او ضيفوا شويه ديال الزيت كما سبق قلت لكم في الحشوه، وهذاك الزيت اللي غادا نصفيو الحشوه هو اللي غادا نورقوا به المسمن باش يجينا بحال شكل المسمن ديال الشحمه ديال الزنقه. صافي هنا غادا نستمر حتى نكمل المسمنيات اللي عندي كاملين ونشوفهم في التقديم كيفاش كيجيو مع كويز ديال اتاي او مع زليفه ديال الحريره. يا سلام مسمن رائع بزاف. بعد ما كملت هنا البنات المسمن هنا كتشوفوا ما شاء الله كيجي رائع بزاف كيجينا بنين. هنا الناس ديال الصحراء او الناس الصحراوه
حنا كنقولوا ناس صحراوه. كيديروا كرشوا واحد الرشه خفيفه ديال المساخن او راس الحانوت. المساخن اللي كنديروا في الرفيسه في وقيته ديال البرد، يعني كيجيو بنان، كياخذوا واحد المسمنيات كيدهنوا بهم واحد شويه ديال المساخن عا باش كيديروا الحشوه. هنا ك كفكره اللي بغات السيدات ديال شويه ديال المساخن، ولكن في القيسه ديال البرد كيتواتاو وكيجيونا بنان. المهم هنا بالنسبه للمسمن كترافقوه مع الحريره في رمضان، كيجي مقرمش سمو ما شاء الله كيفاش كيجي وكيجينا مورق. بالنسبه بغيتو تضيفوا واحد شويه ديال الكفته كتبنوا بها او كتهرسوا الجهد ديال الشحمه، يعني راه كتجي حتى هي كتجي زوينه. غير حنا بغينا في الاقتصادي يبقى اقتصادي ونديروه بالبصله الخضريه، راه الوقيته ديالها وحتى الثمن ديالها ما شاء الله راه مناسب. غير حاولوا انكم ما تكثروش ليدام، بغيتو تنقصوا من الشحمه كتنقصوا منها وتغير تبنوا بها الخضر، كيبقى الاختيار ديالكم. المهم انا راه ما جاش 100 دم، كيجي زوين بزاف. كنخليو هذيك الشحمه هي اللي كتبقى تقلى لنا او كطيب لنا فيها الخضر باش اننا ما نكثروش الزيت بزاف. هنا كيجي مورق، كيجي ناشف من الزيت، خصوصا اللبات والغد اللي سخنتوه كيجي المذاق ديالو عامش كيزيد كيبنان. حنا واخا غلفنا مسمنه مع مسمنه ما جاش في العجينه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم نتمنى انها تعجبكم، وما تنسوناش من الدعم من بارطاج القناه فضلا وليس امرا. شكرا جزيلا على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخلينا ننزلوا فيديوهات اخرى، وشكرا على الناس اللي انضموا للقناه جداد وكذلك الناس القدام. خليت لكم الراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله من وصفات رمضان الفضيل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.